قرب عيد الحب، وبما انه احنا مو مرتبطين، وبما قال انه احنا مش مرتبطين، قررنا نعمل حلقة عن عيد الحب. بحب احكي لكل بنت ولكل شاب راح يطلعوا في عيد الحب ومنتزهات واحمر، ان شاء الله بتنمسك انت وياها عشان يصير عيدين، عيد الحب وعيد الاضحى. افهم ليش انا بتلبسوا في اليوم هذا احمر؟ طب ليش ما هو كل يوم يبقى فيه عيد؟ عزيزي الشاب، بما انك انت بتحتفل بعيد الحب، يعني انت سايب 365 يوم حنان في السنة وجاي لعيد الحب تعمل فيه حنان. عزيزي الشاب، اللي في يوم عيد الحب بينزل عليه الرومانسية والحنان وكل الأمور هاي، طب عندك 365 يوم في السنة بتكون فيهم مشاعرك زي مشاعر جعفر الباكستاني، وإلا في اليوم هذا بتنزل عليك الرومانسية؟ غريب. هو لسه قدامك صفحة. عندنا الشاب في الوطن العربي بيقعد بيشتغل 3 أسابيع لحتى يجيب بالآخر هدية دبدوب أحمر أبو 5 شيكة. طب ما بدل يصير يشتغل كل يوم 3 أسابيع، ما يشتغل ويحوش ويتجوزها بالاخر، ولا هو ما فيش في كل السنه الا في يوم عيد الحب هذا واحد، وايش دخل عيد الحب؟ هو كل يوم في حب في عنا في حياتنا. عزيزي الشاب يعني وعزيزة البنت طبعا، اللي راحوا وقضوا عيد الفالنتاين زي ما بيحكوا عيد الحب اليوم الاحمر، يعني كان قضيته بمنتزه بالبيت عندك، بطلعه بمطعم ورا مصنع كراسي عادي، هي عدى عليك اليوم، شو استفدت؟ تقول لي حب وما حب؟ ما عندك 365 يوم كان بامكانك تعبر عن مشاعرك. ايش بدي احكي؟ عزيزي عيد الحب، المشارك في عيد الحب حنتبلطن، يعني حنتبلطن رسمي عن الليله